تعال نرجع بقى لاسرار البن اللي خدتها من الجد ومن الاب. ايوه الاصل في القهوه، في فنجان القهوه اللي احنا بنشربه، أيوة. بيبقى نوع البن لوحده ولا التحميص فيه السر الاكبر؟ هو التحميص مهم، انما نوعيه البن بتغلب على التحميص. يعني كل ما يكون البن ارابيكات والروبوستات قليل فيه. هما نوعين في العالم، الارابيكا والروبوستا. والارابيكا ليها مذاق وليها طعم ودسمه، يعني دسمه. البن اليمني دسم، وشه خفيف بس طعمه جميل. البرازيلي نفس الحكايه. البرازيلي 3 انواع، في سانتوس ومينوس وريو. ال3 انواع دول بيختلفوا عن بعضهم، زي مثلا من بلد لبلد كل مدينه بتزرع بن نوع، فالنوع بتاعها بيبقى اقل من السانتوس. السانتوس اعلى واحد، المينوس اقل. فهي زي البرتقال عندنا في مصر، برتقال ابو سره انواع. بيجي من الاسماعيليه تلاقيه طعمه مسكر وقشرته ناعمه وطعمه حلو. تيجي البرتقال بتاع الصعيد قشرته خشنه وطعمه مش حلو قوي. عايز اسال حضرتك على حاجه، هل احنا كل مكان في مصر ليه ذويقه بن؟ يعني اسكندريه كانوا يحبوا البن البرازيلي قوي قوي. ايوه ده مظبوط. وبورسعيد يحب السواحل، بورسعيد يحبوا البن البرازيلي. ده صح. ليه بقى؟ كان الاجانب كانوا كتار، وكانوا الاجانب بيحبوا البرازيلي بصفه مستمره، يحبوه فاتح فاتح برازيلي، ما يحبوش لا الوسط ولا الغامق. كل الاجانب كانوا يحبوا الفاتح. وانا لما رحت بورسعيد قابلت تجار هناك برضو نفس الحكايه، بيشتغلوا في البرازيلي بس ما بيحطوش انواع تانية مع البرازيلي عشان الاجانب بيحبوه. واليونانيين بالاخص. اليونانيين بالاخص. اليونانيين كانوا غالبيتهم هنا اصحاب قهاوي، بوفيهات، كافيتريات، فكانوا بيحبوا البرازيلي عندهم بصفه مستديمه. اليونانيين بيرغبوا في البن البرازيلي. وهنا بقى في القاهره هنا التوليفه بقى غلبت، توليفه البن. ما كانوش بيحبوا اليمني؟ لا ولا اليمني كان برضه بيتخلط اليمني حاجه اليمني ولادنا ولاد مصر اللي بيحبوا اليمني، والاجانب اللي هم الامريكان بالاخص. يعني كان في السفاره الامريكيه يجوا ياخدوا يمني، عايز يمني كيلو يمني، مش عايز عليه ارابيكات تانية، مش عايز عليه حاجه، لا يمني، يعني يمني صافي. طيب والصعيد؟ الصعيد ما كانوا اغلبيتهم شاي. يحبوا الشاي اكتر. الشاي في الصعيد بقى اتغيرت الدنيا مع مر السنين. اتغيرت الدنيا من البن الساده الى البن المحوج ابو حبهان اللي هو الهيل. السعوديه يعني لما ادخل اشتري من عند حضرتك هنا هتديني خلطه ولا خلطه من 6 انواع؟ انا ما اعرفهاش بقى. ممكن الزبون يسالني يقول لك الخلطه دي عباره عن ايه وايه وايه. وعندي بقى الدفتر اللي هو فيه المخزن بتاعي، انواع البن. وزي ما سيادتك كده شايف بعد اوقات بيبقى موجودين شويله مفتوحه، نوع البن البرازيلي والحبشي والكولومبي موجود. اللي انا شاممها دي توليفه بن كويس، ما عليهاش حاجه. هتاخد وقت قد ايه بقى في التحميص؟ بتاخد لها حوالي 25 دقيقه. مش كتير. كتير. تمام. لان البن كله رطوبه وهو برضو فيه مائي. يعني لما بيتبخر منه الميه بتتبخر منه الرطوبه بيستوي. عايز انزله فاتح، انزله بدري فاتح. الفاتح 25 دقيقه ولا اقل؟ ما بين 25 و20. والوسط يزيد 5 دقائق. نديله 5 دقائق. الغامق اكتر. تمام. وفي الغامق وفي محروق. يعني في محروق بعد الغامق، في محروق. ايه زبون المحروق ده؟ بيبقى طعمه برضه زبون المحروق يعني اغلبيته رجال اعمال وطبقه، يعني طبقه كلهم مثلا محاميين، مستشارين، كبار في السن، فلما بيشربوا القهوه عايزين حاجه تنبههم. المحروق ينبه اكتر. حضرتك بتطحن الحاجه على حسب الزبون؟ انا عندي بقى البن الخشن اللي هو الفرنساوي والكابتشينو القهوه الفرنساوي والاكسبريسو والاسبريسو والحاجات كل ده موجود. هو دي تشغيل مكنه. مكنه اللي هي بتطحن.
احول الدرجه بتاعتها من الخشن، من الناعم التركي الى الفرنساوي الى الكابتشينو. هو تركي ولا مصري؟ لا، هو اللقب تركي نتيجه النعوميه. النعوميه. لكن هو مصري. طب عايز اسال حضرتك على حاجه، احنا اللي دايما اللي بيشربوا بقى بن قهوه اسبريسو او بتاع عاده يعني بيجيبوا المستورد. لا، ما هو اللي متغلف مستورد او ده في بعض المستوردين جايبين بن جاهز. ايوه، جايبين ماركات، يعني ماركات، بس ما هياش زي بتاعتنا. بتاعتنا احلى. طبعا. طيب، ما هو ده اللي انا عايز اوصل له، ان تعالوا خلوا احنا عندنا خبره في تركيبه البن. طيب قول لي احلى تركيبه. احط مثلا حبشي مع مثلا مع جوتيمالا مع برازيلي مع اندونيسي وفيتنامي. تمام. الاندونيسي والفيتنامي ليه ميزه، بيعمل وش وبيعمل عرق. حلو. فده لازم توليفه البن دي انا بشغلها وبجربها الاول واشرب منها، وبعدين حضرتك اللي بتجرب في نفسك. ما عندكش ذويقه؟ لا، عندي ذويقه. مين بقى؟ العمال اللي عندي. العمال.